احدى المشاريع بتاعتنا هنتكلم عن مراحل تشطيب الشلال بتاعك. لو تعمل شلال او حمام سباحه لازم تكون عامله بمزاج. المزاج بتاعك بيجي ازاي؟ المزاج اقول لك تعالى نخش عليه. شوف كده، اول حاجه لازم تكون مجهز السباكه بتاعتك وتكون سباكه محترمه جدا 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 في طريقه الصرف والعزل والفلتره. ولازم الهاوسنج بتاعك يكون مباني اسمنتيه او صبه خرسانيه. وبعد كده نبتدي نعمل اختبار تيست ميه. تيست ميه ده عشان الميه دي بقى لها مثلا شهر ولا حاجه، هتلاقي الحز ده حاجه اسمها معدل التبخر في الميه بتاعتنا. نيابه عنه هتشوف بقى شكل الشلال والكلام بتاعه ايه وافكاره. الميه هتبتدي تنزل من هنا وبعد كده ترمي الشلال بتاعنا بالهاوسنج بالاختبارات دي كلها. نيابه عن الكلام ده كله هتلاقي بقى الشكل هيبقى بشكل محترم. طب وانت بتعمله لازم تختبر ايه؟ لازم تخلي بالك من الهاوسنج بتاعك ان الميه ما تضربش منه. الشاسيه بتاعك ده الميه ما تخرجش براه. رقم 2 المباني تكون الخارجيه او الصبه الخرسانيه تكون 25 سم. معدل نسبه الميه بتاعتك في الاختبار بتاعك اللي هتعمله على اول الشفه الاختبار مقياس الميه بتاعك هيبقى قد ايه مع طريقه التوزيع. ثم بعد كده مراحل العزل والتقسيط والكلام ده كله يديك الشكل العام بشكل ايه ابتدائي ونهائي للمنظومه اللي انت هتشتغل عليها. من غير الكلام ده كله هتلاقي النتيجه ايه بلح. مش هتلاقي النتيجه ايه زي ما بيقولوا ايه مش على ارض الواقع. نخلي بالنا ايه بقى من الحاجات التانيه المهم. لازم اعمل الممبرين شيت ده. الممبرين شيت ده لو قطع في الارضيه فهياكل في التربه هتبوظ معاك، فهيبقى النتيجه بتاعتك مش بمستوى لائق او بنتيجه ممتازه. طب ليه بنعملها؟ عشان يخلي بالك من التربه. التكاليف دايما ما تجريش ورا التكلفه، ما تجريش ورا الفلوس. اعرف مقابل الفلوس دي هاخد بيها ايه او النتيجه بتاعتي ايه. نخلي بالنا من الحاجات دي كتير، نخلي بالنا من التفاصيل دي الصغيره دي. هنشوف الشلال ده بشكل تاني. احنا عندنا اهو شلال ووتر هيدر هنا، ده هينزل من هنا والشلال الناحيه الثانيه. تعالوا نبص عليه بشكل عام اهو. هينزل من هنا وهينزل من هنا، ثم الدرع ده هينزل منه ميه تمشي كده تنزل ويبقى هنا في نوافير ميه طالعه. ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك سبسكرايب وشارك معانا في القناه. السلام عليكم.